تعالوا اعلمكم اليوم شلون تكاثرون الجوري العراقي بثلاث خطوات كلش سهلات وبسيطات. خلينا لكم متابعه، تابع الفيديو الى اخير. شو نسوي؟ نقص اقلام الجوري، وشرط يكون العود متين، مو عود صغير نفس هذا. قصينا ثلاث اعواد، تعال اقول لكم شو نسوي بالمرحله الثانيه. بعد ما قصينا اقلام الجوري، نعوف الجوري، نجيب ثلاث سندانات حجمهن صغير مو كبير. اثنين انا جربت ينجح بالبتموس وينجح بالزميج، انا حجرب باثنيناتهن واثنيناتهن ناجحات، اثنين بتموس وواحده زميج. نجيب العود السيقان السفليه نشلعها، تمام؟ شو نسوي؟ ندخل مالتك العود بالسندانه، تمام هيجي. تعال اقول لكم الشغله الثانيه شنو هي؟ السريه سجاد شنو هي؟ تجيب علاق، زين علاق شو نسوي بيها؟ شنو ناخذها سفري؟ لا حبيبي، تجيب العلاقه هيجي وتغلف النبته هيجي، تغلفها هيجي وتلفها بتيب، وهاي هذا هو تكاثر الجوري. اسهل من عنده ماكو. تسقيها اول ما تسويها، انا التربه سقيتها قبل ما اخلي الجوريات اقلام، تمام؟ كل اسبوع كل 10 ايام افتحها اشوف شنو وضعها وارجعها، خليها بمكان بيفي مو شمس مباشره. ها هي 3 ايام اغلفهن حينجح عندك 1,000,000%. ان شاء الله عجبكم الفيديو. ها هي طريقه تكاثر الجوري. كان وياكم سجاد بلانت من صفحه نشر حيدر الانباء، صفحه سجاد بلانت. في ما لا قلب قلبك، تسوي لايك للمتابعه.